عبره داخل ذاك النادي بحال شي شركه، لانه خصو يعطي الكثير للفريق ديالو، خصو دائما يحافظ على المستوى ديالو ودائما كيخصو ياخذ محاولة هنا خطيرة لفائدة فريق الوداد البيضاوي داخل مربع وسط الملعب عبيد، وهدف هدف لفائدة فريق الوداد البيضاوي في الدقيقة الثامنة، وهدف حرك جنبات ملعب محمد الخامس. 1-0 فريق الوداد البيضاوي متقدم في هذه المباراة الودية الدولية. وهذا اللي كان دائما الاخ حسن الى كتذكر جميع النتائج مع الفرق الكبيره بحال بايرن ميونخ، لانتر ميلان، عده فرق اللي جات زارت المغرب وزارت ولعبت ضد نادي الوداد الرياضي، ليفربول، توتنهام، كاع الفرق لقات الند الكبير من فريق الوداد، واللي اغلب الفرق فاز عليها فريق الوداد. اذا هدف رائع اليوم هذا الهدف الاخ حسن اسمح كيذكرني فريق الوداد البيضاوي. خطيره هنا لفائده فريق اولمبيك مارسيليا، وتسديده والكره داخل المرمى بواسطه اللاعب حبيب بومونغو. شاهد الإعادة بالعرض البطيء يعني ضد مجرى اللعب تماما. يتمكن فريق اولمبيك مارسيليا من احراز الهدف. شاهد ثانية، اذا 1-1. اتوقع تحرك اكبر لفريق الوداد البيضاوي. ليس هناك تسلل، محاولة خطيرة لفائدة الوداد البيضاوي، والهدف هدف رائع لفائدة فريق الوداد البيضاوي. 2-1، لوحة تقنية رائعة. وجماهير فريق الوداد البيضاوي فرحة بهذا الفوز. جاي هافيتي يسجل الهدف، يعني طريقة رائعة صحيتها باش توقع الهدف. طريقة رائعة، والهدف حرك جنبات الملعب، وكما لاحظت يا الاخ حسن الفرحة ديال الجمهور البيضاوي اللي بعد الهدف الثاني ديال فريق الوداد. فريق الوداد تلقى هدف مباغت، لما حتى واحد ما كان كينتظر فريق اولمبيك مارسيليا باش يسجل هدف التعادل. التمريره الرائعه من بن حليب اللي تمكن من خلالها اللاعب جاي من احراز الهدف. كما ذكرت الاخ حسن، حتى واحد ما كان كيتوقع تسجيل هدف التعادل من طرف فريق اولمبيك مارسيليا، خصوصا بعد الضغط اللي كان مارسو فريق الوداد على الفريق الفرنسي. إذن فرحة للجماهير وتمريرة رائعة من محمد بن حليم للاعب دياي.